في فييرا وايه السلبيات في حلمي طولان؟ لا يعني مش بدبلوماسيه والله يعني لا كل اكيد واحد. كل مدرب عنده حاجه. مثلا انت كنت يعني بتقول ياه لو كابتن حسن مش حتى الحته دي، مثلا لو مستر فييرا، لو كابتن حلمي. لا الكابتن حسن يعني قطع يا كابتن اسامه براحتك، لا مفيش مشكله. يعني عصبي عصبي قوي، عصبي يعني مع الشغل، في الشغل عصبي يعني. كابتن حسن شحاته لازم تبقى انت بتعمل له الحاجه مظبوطه يعني مثاليه. هو كان هي دي سمه حياته يعني. يعني هو سمه حياته كده. ما تيجي تراجع سيرته حتى وهو لعيب تحس ان هو بيعمل، عارف انت، الحاجه بدقه بتركيز. فانت لازم تعمل له الحاجه وانت مركز عشان ما يبقاش فيها تعليق، والشغل يبقى في اثناء الشغل واثناء اللعب. لا كان الله في عونه يعني. فلا لازم اهدى بقى يعني، اقعد شوف بس يعني هدوء شويه بالنسبه لكابتن حسن. لكن لا المدرسه مبدع يعني. ومستر يعني فييرا كابتن حسن مبدع يعني. كابتن حسن لما يكون رايق كده مبدع يعني. بس هو المشكله العمل داخل نادي الزمالك صعب. الفتره سيبك من كابتن حسن، انا بتكلم بالطبيعه ايام حسام حسن، ايام حلمي طولان، ايام ضغوط هنري ميشيل، ضغوط. الشغل داخل نادي الزمالك صعب. اعلام بس اصعب ومجلس اداره كل ده حلو، ومشاكل كتير في ياما. كل ده كان جميل، وكل ده كان موجود زي ما انت بتقول. بس لا، من الفترات الصعبه قوي 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 فتره كابتن حسن. النشاط توقف، الدنيا اختلفت. كان ساعتها في عز الثوره. يعني السنتين ثلاثه اللي اشتغلهم في نادي الزمالك، يعني انا طبعا الفتره اللي فاتت دي كلها بشتغل في نادي الزمالك. لا، من اصعب فترات حياتك في الكوره، مش على نادي الزمالك بقى، على مصر كلها. بس في نادي الزمالك بقى انت عارف اصعب بزياده شويه. انما لا، حسيت ان هو فعلا اللي عمله في المنتخب والبطولات اللي حققها، لا هو مبدع. لما بيبقى الدنيا رايق لا مبدع يعني يشتغل. ولو المجلس مش مظبط الدنيا او في مشاكل تلاقيه مش مبسوط، ما بيشتغلش. لا انا بقول هو عشان بقول لك هو منضبط وعايز كل حاجه كما ينبغي ان تكون. والفتره كانت صعبه، مش فيش حاجه كما ينبغي ان تكون. نفس الشيء مستر فييرا برضو. لا يعني انا من وجهه نظري هو كان حاوي الفترة اللي هو اشتغلها في نادي الزمالك دي، في ظل رغم انه اجنبي بس حافظ السمات مش المصريه، العربيه. انه اشتغل في كتير في الدول العربيه. دخل على اللعيب على طول، لمس اقرب حته في قلبه يعني. وعاده انت مش اللعيب المصري مش بذكاء، عنده ذكاء بالفطره، ما تقدرش توصل له بسرعه. يعني اللعيب المصري تاخد وقت كبير قوي عقبال ما يصدقك ويقتنع بيك ويحسك. لا الراجل مستر فييرا حاوي، دخل بجانب ان هو مدرب كويس وحافظ سمات اللعيب العربي زي ما انت. هو دخل اول ما دخل على قلب اللعيب. سلبياته ايه؟ برضه عصبي برضه. لا هي التدريب. لا شوف شو المدرب اللي يا كريم اللي بيشتغل على بطوله وصاحب باع في البطولات، لا لازم يطلع عصبي. يعني عايز يحافظ على تاريخه، طبعا ياخد بطولات اسمه بيشتغل على اسمه هو اللي بيعمل له شايف ان مستر فييرا اتظلم في الزمالك كابتن اسامه؟ لا لا ما اتظلمش. لا ما اتظلمش يعني الناس ما ساعدتوش في النادي كمان. لا يعني الامكانيات، وده كان دورنا احنا، لان انت اللي عايش وانت المصري اللي، وانت ما دام بتشتغل مع واحد لابد ان انت تكون صريح وواضح معاه. يعني انت المصري الوحيد، انا وايمن طاهر، كابتن ايمن طاهر وحماده انور، المصريين الوحيد هو وماركو كانوا اجانب. فانت تقول له ان هي دي احسن حاجه، هي دي افضل حاجه، مش هنقدر نعمل اكتر من كده. عشان هو في ساعات كل مدرب يبقى عنده امنيات وتمنيات ان هو عايز احسن وعايز افضل وعايز خدمات افضل. فتيجي انت تقول له مش هنقدر يعني اوعى حد يقول لك بتعيشه في الواقع. لازم تبقى عايش اللي هو. فانا ما يتصدمش. عشان كده هو ما اتظلمش. يعني لما تيجي ترجع لسيرته في الفتره اللي اشتغلها، وصل بنادي الزمالك لدور الثمانيه في بطوله افريقيا وفي مباراه صعبه جدا. مشي كويس قوي في الدوري اللي اتلغى. اول دور لعبناه في كاس مصر كان موجود معاه، كان في دور 32 قدام الترسانه. مشي واللعيبه بتحبه. يعني مشي واللعيبه بتحبه والناس كلها حباه. لكن ظروفنا، كان عارف ان ظروفنا هتسوق، يعني ظروف الفرقه هتسوق. رحيل اللعيبه كان متاكد من ده. النشاط هيعود او مش هيعود برده كان متاكد، كان عنده تحفظات عليه. والزمالك قدر هو سوق نفسه كويس من خلال الزمالك. مسك منتخب كبير زي منتخب الكويت. طبعا يعني فانا بقول لك كنت انفردت انا بالخبر وهو طلع قال لا ومفيش اتحاد الكويتي ومش عارف ايه. انت فاكر كنت معانا في رحله انت في الكويت؟ لا دي كانت الرحله الاولى الاسماعيلي. الرحله الثانيه بقى اللي كانت ماتش خيطان الكويتي. هو خلص في الوقت ده وانا جيت. انا كنت في مصر، بس انا واحد صاحبي من الكويت اتصل بيا وقال لي مستر فييرا ماضى او وقع في الاتحاد لا الكويتي. هو قعد، هو ما كانش وقع.
هو ذكي قوي. هو لا وقع، بس هو اتفق مع الاتحاد الكويتي اللي هو ما يعلنش لان غير تعاقده مع الزمالك. هو انت عارف كان دايما في هنا كان في شد وجذب في هنا مع اداره نادي الزمالك. ف زي ما انت بتقول موقع، بس الاعلان كان هو عايز بالظبط بعد انهاء التعاقد مع نادي الزمالك، مش في مشكله بالنسبه له او عقوبه عشان تعاقده مع نادي الزمالك بالظبط. طيب كابتن حلمي بقى، وهي ممكن انت شغال معاه دلوقتي بس عايزك تبقى صريح. لا كابتن حلمي من المدربين طبعا برضو، عارف انت هو جيل يعني الجيل كله عنده سنه الاسامي يا كريم. يعني لما بتتعب على اسمك لابد ان انت تبقى بتكافح عليه. منظم جدا، من مميزاته طبعا منظم جدا، يحط برامج تدريب على اعلى مستوى، ما بيتفتوش حاجه. يعني ما بيتفتوش حاجه الحقيقة. لكن برضو سنه العصبيه سمه مدرب، اي مدرب كبير سمه العصبيه. ممكن دلوقتي انا مش حاسسها لما ممكن اعمل حاجه. وكان دايما يتريقوا عليك المدربين، يقول لك اسامه قاعد على الدكه والدنيا مقلوبه هادي جدا. ما هو ودي ممكن تكون ميزه، خلي بالك ان انت بتفكر بعقلانيه وبتقرا اللي قدامك وبتشوف الجيم وانت هادي. طالما في واحد جنب منك يعني بالشكل دوت وبعدين انت ما بتشتغلش معاه 90 دقيقه بس، انت بتشتغل معاه موسم كل يوم. ففي مدرب لما يشد تبدا افكار كتير، فانت تبدا ايه يعني بهدوء. وبعدين انت اسمك مساعد، اسمك في الاول وفي الاخر. يعني سيبك من المسميات اللي احنا بنقولها دي. كان مستر فيرا يقول لي يعني في الاول انتوا اسيستنت يعني مساعدين، انت وايمن وحماده وماركو كلكم مساعدين. احنا طبعا هنا اللي بنحطها شويه مدرب عام، مدرب مساعد، مدرب غيري، انت فاهم الحاجات اللي احنا المسميات دي كلها. فانت لازم تبقى هادي، لان انت لو الطلب منك تبقى انت مجهز، تبقى انت مقنع. لما تقول حاجه تبقى انت مقنع، عشان الراجل اللي جنبك ده سواء عصبي، وممكن اللي جنبك يبقى هادي جدا وانت اللي يبقى عندك طش الشباب. يعني انا مع كابتن حسن مثلا مره خدني طش الشباب، رحت قايل له حاجه كده، قال لي اهدى شويه. انت فاهم عادي بقى. انا بتعلم. ما مثلا اقول لك لا انا قلت حاجه، لا قال لي اهدى شويه. انت فاهمني ازاي؟ وفي بعض المواقف اتكلمت معاه وخد بكلام. وكان في التمرين، هو في التمرين كان في مباراه في الاتحاد السكندري كسبناها 2-0 الزمالك والاتحاد بتوع رزاق فقال لي طب بس اهدى شويه. فرحت خلاص. انت قلت له ايه ساعتها؟ مش عارف، بقول له تغيير ايه نجيب. احنا كنا دايما بنلعب ب3 في نص الملعب. ف3 في نص الملعب و3 في نص الملعب للاسف الشديد في الفتره دي كانوا شبه بعض. ما فيهمش واحد مختلف. كان لسه نور السيد ما جاش، كان اليكسيس مندوم واحمد توفيق وابراهيم صلاح. فلا يا ربي، ما كانش حتى اليكس مندوم وحتى جه. كان المرغني واحمد توفيق وابراهيم صلاح. فالثلاثه اي حد يقول لك ان هم الشباب، بس احنا ظروفنا كانت كده يعني غصب يعني، وبنلعب 3. فانا قلت له نشيل واحد من نص الملعب من دول الثلاثه شبه بعض. قال بس اتقل شويه هنجيب جول. انت فاهمني ازاي؟ انا قلت بس الفكره يعني. قال بس اتقل شويه هنجيب جول. راح رزاق جايب الجول الاولين. طب خلاص ما يعني سكت. انا نحافظ على شكل اللعب. طبعا نحافظ على شكل اللعب. اذا انت في نص الملعب يوقفوا لك اي حد. فلا يعني كانت في مواقف. انا في موقف عايز احكيه والله، يعني بيني وبين كابتن حسن، بس مش هلحق دلوقتي، هحكيه لوحدي. كان على موضوع جده في 2010، بس ما فيش وقت دلوقتي. انا عايز اسالك كام سؤال كده قبل ما نختم. شايف